علمت قناتنا من مصدر مطلع أن الفنان الجزائري الشاب خالد عاش أول أمس الجمعة دقائق من الجحيم بدولة الإمارات المتحدة، وبالتحديد في أبو ظبي، بعد أن سقط في فخ برنامج الممثل المصري رامز جلال. وحسب المصدر ذاته فإن الفريق المعد لبرنامج رامز جلال استطاع استدراج الشاب خالد بعد أن فشل في هذه المهمة السنة الماضية بمدينة الدار البيضاء، نظرا لاكتشاف ملك الري خطة رامز جلال للإيقاع به قبل تسجيل الحلقة. جدير بالذكر أن برنامج المقالب الخاص بالممثل المصري رامز جلال، والذي يحظى بنسب متابعة ومشاهدة جد مهمة، سيبث خلال شهر رمضان المقبل. وقد كشفت تسريبات سابقة أن العديد من نجوم الدراما والسينما المصرية والعربية سقطوا في فخ رامز جلال.